بالتالي يجب ألا يعترينا الذهول إزاء كون ثقافة الأمة بتقاليدها الوطيدة ترجيحا مفضلا راهنا على الدولتية القومية التي تعد أقوى التيارات في يومنا. ذلك أن الدولة القومية ثمرة من ثمار الحداثة الرأسمالية، بالتالي فهي دخيلة. ولدى المقارنة بين الإسلاموية السياسية والدولة القومية، واللتين تعتبران نزعة قومية مضمونا، فستكون القوموية الإسلاموية الأكثر محلية هي المرجحة بغالبية ساحقة. والتنافر مع الحداثة يسود الكثير من ميادين الحياة، إذ ما من مقاومة حصلت تجاه الحداثة الرأسمالية على الصعيد الثقافي فيما عدا منطقة الشرق الأوسط، وحتى لو حدثت فلم تستطع النجاة من ابتلاع الحداثة الرأسمالية لها أو من الانصهار في بوتقة الحداثة المسيطرة. هذه المقارنة وحدها كافية للبرهان على استدامة البنية الثقافية تاريخيا واجتماعيا. السبب الثاني، ورغم إبداء اهتماما بالغا بالبنية الفكرية الغربية، إلا أنني لم أنزلق إلى هوس التشبث بأي تيار منها لمدة طويلة، إذ وخلال بحثي عن الحقيقة، ولو لم يتميز ذلك البحث بالجذرية والمنهجية الكافيتين من حيث الأسلوب، إلا أني كنت مدركا تماما لماهية التراكم المعرفي العلمي والأساليب المؤدية إلى الحداثة، وعالما بتفوقها الواضح بما لا غبار عليه. لكني لم أتوانى عن إبداء ردود الفعل بشأن ثقافة الشرق الأوسط تجاه هذه الثقافة العصرية أيضا. ذلك أني انتبهت ولو متأخرا إلى أن كلتيهما تنبثقان من مصنع المدنية نفسها، وأدركت بدراية سليمة أن كلتيهما تنحدران من البنى الهرمية والدولتية المعمرة منذ 5000 عام بأقل تقدير. بالتالي أبديت الجرأة اللازمة في إبداء الحذق نفسه من أجل توجيه الانتقادات للجوانب المشتركة للثقافتين وتمريرهما من غربال النقد. من خلال هذه الانتقادات لن يكون صعبا تلمس تقييم الفردية كظاهرة نهاشة تشبه الفأر من حيث قضم المجتمع، إذ ليس عسيرا تشخيص الليبرالية الرأسمالية باعتبارها في حقيقة الأمر فن قرض المجتمع الإنساني أكثر من كونها تتخذ من حرية الفرد أساسا لها، كما لن يكون عسيرا معرفة أصولها المتآتية من الثقافة التجارية الكلاسيكية. هذا ومن السهولة بمكان إيضاح منبع الثقافة التجارية المرتبطة بالعديد من التقاليد القديمة في الشرق الأوسط، بما فيها الأديان التوحيدية الثلاثة الكبرى. أما التسليع وتبادل السلع، واللذان يعدان من مقومات التجارة، فقد لعبا دورا رئيسيا في تفسخ المجتمعات والتجمعات الممثلة لجماعية الإنسان. إن الذهنية التجارية تقليد شرق أوسطي متجذر ووطيد جدا، وتتميز بتأثيرها المعين في رسوخ العديد من عناصر المؤسسات والرموز والهويات واللغات والبنى في المجتمع التي يكتنفها الشك، بدءا من ابتداع الآلهة وتقديسها داخل المجتمع، مرورا بتحويل فن حكم الدولة إلى حيل ومكائد، ووصولا إلى ترسيخ الرياء والازدواجية في الأخلاق على نحو بنيوي. تكمن مساهمة أوروبا الغربية في اقتباسها هذا النظام من الشرق الأوسط واستغلالها إياه تأسيسا على النهضة والإصلاح والتنوير، بغية جعله نظاما مهيمنا على المجتمع. أما في مجتمعات الشرق الأوسط فلا يستساغ التاجر ومؤسساته ولا يولى مكانة أساسية، بل وينظر إليه دوما بعين الشك والريبة، في حين أن ما نجحت فيه الحداثة الرأسمالية في أوروبا هو جعلها نظام السلع تاجا على رأس المجتمع، وحثها كل العلوم والأديان والفنون على تسخيره لخدمة هذا المجتمع الجديد. وهكذا فكل ما كان هامشيا وثانويا وتافها في الشرق الأوسط أصبح مرغوبا ومعززا وذو أولوية في أوروبا. لقد غدا انتقاد حداثة أوروبا، بل ومناهضتها بالاعتماد على العنف بطابع الإسلام الراديكالي، موضة دارجة في الشرق الأوسط الراهن. لكن وحسب رأيي فإن أصحاب تلك المواقف والتنظيمات الميدانية والذين يزعمون مناوئتهم للاستشراق ويبدون وكأنهم أعداء للحداثة، بدءا من أدوارد سعيد إلى حزب الله، قد تحولوا إلى كيانات مندرجة في إطار الحداثة تماما مثل ما حل بالتقاليد الماركسية، ولن ينجوا في النتيجة من تقديم الخدمات لها بكل سماجة وذل وهوان. فباعتبار أن بروزهم تحقق بفضل الحداثة عينها، فإنهم بحكم طبيعتهم وسواء كانوا موفقين أم فاشلين سيتوسلون إلى الحداثة للشحادة بجشع وطمع،
وسيدافعون عنها بنفس تلك المقاربات. وبينما يقتصرون في تقاليدهم على الملابس واللحى، فإن أرواحهم وأجسادهم تظل مثقلة بمخلفات الحداثة الأكثر رجعية. كل قناعة بأني عرضت أسلوبي في النقد ونمطي في تقييم المعرفة بخطوطه العريضة، أو على الأقل سلطت الضوء ولو بشكل محدود على تعريف الأسلوب والعلم المؤديين إلى الحداثة الرأسمالية. كما أرى أن أمامنا فرصة تطوير أسلوبنا ونمطنا في المعرفة بغية تحقيق الانطلاقات المنادية بالحرية والديمقراطية كترجيح ضروري نسلكه للنفاذ من مرحلة الفوضى البنيوية التي تمر بها الحداثة، ولو إننا لسنا واثقين كثيرا من صحة ذلك. ولتسهيل شرحنا قولنا هذا يمكننا سرده على نحو بنود أولية. 1. يجب رؤية وانتقاد الروابط بين الرأسمالية والرؤية البراديغما التي أسس دعائمها كل من روجر وفرانسيس بيكون وديكارت بشأن الأسلوب والعلم. 2. يجب رؤية الغاية من تجذير الفصل بين الذاتية والموضوعية وعكسه على العديد من الثنائيات الأخرى، حيث تتمثل في تقييم المجتمع الموضوع الشيء كمصدر منفتح لكافة أنواع الاستغلال والاضطهاد على يد الفردية الذات الفاعلة. 3. هذه الرؤية في الأسلوب والعلم نظرت بعين طبيعية إلى التمييز بين البرجوازي والبروليتاري ضمن المجتمع، وأدت بالتالي إلى استخدام البروليتاري كموضوع شيء.